عمرك حسيت إن الجواز زي لغز كبير كل واحد بيفكه بس بالطريقة بتاعته؟ طيب ليه الجواز أوقات نحسه إنه كويس جدا وأوقات نحس إن إحنا دي غلطة عمرنا؟ طب ليه في ناس سعيدة في جوازها وناس تانية لأ؟ يعني تيجي تسأل واحد يقولك أصل الجواز ده زي البطيخة. طيب هو الجواز حظ فعلا؟ ولا هو علم؟ ولا الجواز ده كارثي؟ حاجة ملهاش وصف. وده بقى اللي أنا هقوله لك. هو في حاجة اسمها جواز بطريقة علمية؟ بص، هو مفيش حاجة اسمها جواز بطريقة علمية. ما هو مش هيدخلونا مكنة نتجوز فيها بطرق أو بأسس صحيحة. بس علماء النفس قدروا يحللوا بعض مشاكل الجواز. جون جوتمان قدر بنسبة 94% يحلل نفسية الأزواج ويعرف أكبر النقط اللي بيلتقوا فيها كلهم وأكبر مشاكل هم بيقعوا فيها، وقدر كمان يحصر ده بشكل مبسط بحيث إنه يحاول بنسبة 94% ينجح الجواز. طيب أنت فاكر آخر خناقة؟ ارجع كده معايا بالمشهد لورا. آخر خناقة بينك وبين مراتك، أو أنتي فاكرة آخر خناقة بينك وبين جوزك؟ طب انتوا فاكرين ايه بالظبط اللي خلى الخناقه تولع؟ هتلاقوا ان الخناقه ولعت بسببكم، بسبب الكلام اللي اتقال وسط الخناقه، بسبب الحاجات اللي احنا عملناها والتصرفات اللي عملناها جوه الخناقه. الخناقه نفسها كانت تمام وكانت حلوه جدا ومفيش اي حاجه. ما كانتش الخناقه الصح اللي نعرف نكمل بيها حياتنا، كانت الخناقه اللي احنا قعدنا نعاير بيها بعض ونفهم بعض قد ايه احنا مش حلوين من جوه. اكتب لي بقى في الكومنتات آخر خناقة، مش كلها يعني بس جزء منها، وأنا هقول لك أنت غلطت في إيه. ليه بقى بيقولوا إن الستات نكديين؟ ليه دايماً النكد ليه علاقة بالستات؟ بص، هو ده ملوش حقيقة علمية، بس الرجال عاملين نفسهم ناصحين. يقولك أصل الستات دي خناقات ستات، أصل دي هرمونات. أنا عارف الدخلة دي، بس الموضوع مش كده. الموضوع إن الستات أكتر ناس بتتكلم وأكتر ناس بتعبر عن مشاعرها، فبتبدأ تقول كل اللي مضايقها بصراحة. الرجالة بقى في الناحية التانية ما بيعجبهاش، هو عايز يقعد ساكت، فالراجل يقعد ساكت زي ما هو عايز، والست تقول كل اللي عندها وأكتر من اللي عندها وتعبر عن كل اللي مضايقها وكل الإهمال اللي هي وصلت له، فتفتكر إن الراجل عنده لا مبالاة. فتلاقي بقى الرجالة متهمين بإنهم عندهم لا مبالاة والستات نكديين. والحقيقة هنا إن هو كل واحد فيهم ليه الطريقة اللي بيعبر بيها عن مشاعره. لا الست نكدية ولا الراجل عنده لا مبالاة، بس الاتنين لازم يفهموا بعض عشان يقدروا يتقابلوا في نقطة واحدة. طب يلي بتقول إن الستات نكديين، جربت قبل كده تسمعهم؟ تسمع للشكوى بتاعتهم؟ طب جربت تنفذ الحاجات اللي بتضايقهم اللي بيقولوا لك إن هم بتضايقهم، تعمل عكسها وتعمل اللي هم عايزينه ولقيتهم برضو نكديين؟ اكتب لي برضو في الكومنتات ونشوف بقى مين فعلا نكدي. طب ليه بيقولوا إن الرجالة عندهم لا مبالاة؟ في بحث لطيف كده اتعمل عن موضوع إن الرجالة عندهم لا مبالاة ده، فلقوا إن الراجل لما بيتعرض لضغط عاطفي أول حاجة بيعملها الهروب. هو عايز يفضل ساكت، عايز يفضل مكانه ويحل المشكلة بس بهدوء. الستات عايزة تتكلم، هي كل أزمتها في إنها تتكلم وإنت تقعد تسمعها. إنت بقى أزمتك إيه؟ إن إنت تسمعها، فأنت بيتهموك باللامبالاة. بس الرجالة برضو مظلومين، الرجالة ما عندهمش لامبالاة، هم عندهم طريقة تعبير عن مشاعرهم، هم مش بيتفهموا. ليه؟ لأنك ساكت، لكن الست طبعا مفهومة، معروف. اكتبولي بقى في الكومنتات لو انتوا شايفين ان الرجالة فعلا عندهم لامبالاة، وانا هقول لكم الحاجات اللي هتخليكم تحسوا انه ده مش حقيقي. اكتبولي بسرعة. الخرافة الرابعة إن الجواز السعيد ما فيهوش خناقات. لا، هو الجواز السعيد فيه خناقات، بس فيه خناقات صح، فيه خناقات لنقط القوة اللي احنا محتاجين تبقى موجودة عندنا، وما نتكلمش عن نقط الضعف اللي عندنا. احنا المفروض نقول ايه الحاجات اللي احنا وقعت مننا والحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، لكن مش محتاجين ان احنا نعاير بعض، مش محتاجين نقول لبعض احنا قد ايه مقصرين وقد ايه وحشين، ولا نبين لبعض قد ايه احنا ما نستحقش بعض ولا الكلام ده. احنا لازم، دي حرب احنا الاتنين بنحارب جواها، فلازم نكون بنحاول نحارب المشاكل بتاعتنا مش نحارب بعض. فهمني طبعا وفهماني. طب هو شغل البيت بقى هو معركة ولا شراكة؟ لا، هو شغل البيت معروف هو شراكة،
أو المسؤوليات عموماً هي شراكة. يعني أنا وإنت مسؤولين عن كل حاجة في حياتنا. أنت مش هنقسمها شغل بيت، ومش هنقسمها عيال، ومش هنقسمها مسؤوليات. إحنا هنقسمها مسؤولياتنا وبيتنا وعيالنا، وهنقسم ده بينا إحنا الاتنين. فمفيش حاجة بتاعتك ومفيش حاجة بتاعتي، في مسؤولياتنا، لأن إحنا اخترنا نبقى شركاء في البيت ده. طب الأزواج السعداء إزاي بيحلوا مشاكلهم؟ التجاهل والتغافل. يعني مش كل حاجة نتخانق عليها، يعني مش أي حاجة نقول دي لازم نتخانق عليها، يلا هنتخانق دلوقتي. لا، في حاجات محتاجة إنك تطول بالك شوية، واللي ينفع تعديه عديه، واللي ينفع تبين إنك ما خدتش بالك منه اعمل نفسك مش واخد بالك منه. مش كل حاجة نقف عليها، ولو اتخانقنا مش هنتخانق، احنا هنتناقش في الحاجات اللي مضايقانا عشان ما نعملهاش مع بعض. وبلاش جو الاهتمام ما بيطلبش. احنا لو عايزين حاجة هنقولها دايركت، يعني لو في حاجة ضايقتنا هنقولها في وقتها، وهنقول إن إحنا اتضايقنا من الأسلوب ده، أو اتضايقنا من التصرف ده، أو اتضايقنا من الإهمال ده. إحنا ما بنتوقعش تصرفاتكم ولا أنتوا بتتوقعوا تصرفاتكم، فعشان كده لازم نقول لبعض كل حاجة. ما ينفعش نسيب حاجة ونقول ما أنت ما خدتش بالك، ما أنت لو مهتم كنت عارف. والخيانة ملهاش مبررات، لا الإهمال بيجيب خيانة ولا الخيانة بتجيب إهمال. فإحنا لو ناقصنا حاجة لازم نقولها وبكل صراحة، لازم نقول لبعض، لأنه الخيانة ملهاش أي مبررات خالص، مهما كنت أنا غلطانة ومهما كنت أنت غلطان، ملهاش. اتفقنا؟ هو الجواز كده على بعضه. إحنا لو عايزين نتجوز فعلاً ونبقى سعداء لازم ناخد الجواز كده على بعض، بمشاكله، بالوقعات اللي هنقع فيها، بالحاجات اللي هتضايقنا، ولازم نعمل ده كل يوم، إننا نقعد نطور في نفسنا زي ما إحنا بنطور في حياتنا، في الشغل وفي البيت وفي العيال وفي المذاكرة وفي الدراسة. لازم نطور كمان في نفسيتنا ونطور من فكرنا وعقليتنا عشان نقدر إن إحنا نتواصل مع بعض كويس، إذا كنا ستات أو رجالة. واكتب لي بقى في الكومنتات، وما تنساش تعملي لايك واشتراك وشير وكتير. وبس كده، باي باي.